مشاهدينا من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في قمة الجولة العاشرة للدوري الإسباني. للحديث عن هذه القمة أرحب بمراسلي بي إن سبورتس في إسبانيا، جمال جبلي من مدريد وباسل طبال من برشلونة. أهلا بكما معنا. أبدأ معك جمال. أول ديربي لتشابي ألونسو انتهى بنتيجة كارثية سقط فيه سقوط غريب أمام أتلتيكو. الظروف المحيطة بريال مدريد اليوم قبل مواجهة الكلاسيكو كم تبدو مختلفة عن تلك الظروف التي سبقت مباراة الديربي أمام أتلتيكو؟ مساء الخير. صحيح الظروف تختلف شيئا ما، لأن الفريق لعب وتمرس، ثم نلاحظ أن بصمة تشابي ألونسو، أسلوبه، ما يريد أن يضعه داخل الفريق بدأت تظهر بعضا من ملامحه، لكنها لم تكتمل بعد. قبل قليل استمعت إلى العنوان الذي جاء في بداية البرنامج بأن برشلونة هو المرشح لأنه أكثر جاهزية. صحيح، لو شاهدنا كنظرة عامة للفريقين يبدو برشلونة أكثر جاهزية، لكن لو شاهدنا النتائج الفعلية ريال مدريد متصدر بفارق نقطتين في الليغا، وريال مدريد أيضا ضمن فرق الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما برشلونة ب6 نقاط بعيدا عن الصدارة، مما يعني أن ريال مدريد رغم أنه لا يقنع إلا أن نتائجه جيدة، بدليل أنه فاز في 11 مباراة من 12 خاضها. الوحيدة التي خسرها هي التي تحدثت عنها، وربما لو خسر ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء، بهدفين لواحد، ب3 مقابل 2، أي بفارق ضئيل، لقال الجميع أنها عثرة فقط، لكن 5 مقابل 2 جعلت الجميع ينتقد ريال مدريد. نعم، هل لهذا السبب يبدو ريال مدريد مقلق نوعا ما رغم تحقيق الانتصارات؟ ليست معروفة له طريقة لعب حتى هذه اللحظة، صحيح؟ طريقة لعب ثابتة أتحدث. هوية، أنت تتحدث عن هوية بالضبط. نعم. صحيح. هو السؤال الذي طرحته على تشافي ألونسو بعد المباراة، بعد الفوز على اليوفي في دوري الأبطال، وكأنه قال لم أفهم سؤالك. هو فهمه، لأن أنا استعملت عبارة رضاخي، أي في طور التجريب إن صح التعبير، وهي عبارة تستعمل أكثر في الميكانيك في السيارات حينما يتم إصلاح السيارة أو حينما تنتج السيارة، لابد لها أن تقوم ببضع كيلومترات من التجريب حتى يقال بأن كل شيء فيها جاهز. العبارة لم ترقه كثيرا على ما أعتقد، لكنه اعترف قائلا بأنه الفريق قد بلغ مستوى مقبول في مثل هذه الفترة من الموسم، وهو يسعى لتصعيد هذا المستوى، وهو يريد شيئا أكثر من هذا. ولا شك بأنه طموحات تشابي ألونسو لحد الآن كبيرة جدا بالنسبة لريال مدريد بعدما حققه مع في ألمانيا مع ليفركوزن، الذي تمكن من الفوز معه بالدوري الألماني دون أن يخسر ولا مباراة، بما يعني أنه حقق شيئا مع فريق أقل قواما من ريال مدريد. صحيح. فما بالك مع ريال مدريد ومع ثلة النجوم التي يضمها ريال مدريد. طيب باسل، يعني برشلونة قد يبدو مرشح أكثر من ريال مدريد في هذه القمة، لكن كذلك هذا الفريق غير مقنع حتى على الصعيد المحلي بشكل عام. فوزه الأخير على أولمبياكوس كم أعطاه الثقة قبل هذه المواجهة، وكم كان مهم هذا الفوز؟ مساء الخير جهاد، مساء الخير جمال. بالفعل الفوز الأخير على جيرونا وعلى أولمبياكوس كان مهم جدا من ناحية الثقة بالنسبة لهذا الفريق الذي جاء بعد أن خسر مباراتين قبل التوقف، وكان لابد من العودة من استرجاع الثقة. ولكن حتى الآن كما ذكرت الأداء
الغير مقنع 100%. ليس برشلونة الذي شاهدناه في الموسم الماضي، ليس الفريق الذي يضغط كما ضغط في الموسم الماضي والذي يرتكب أقل أخطاء دفاعية مقارنة بما فعله كذلك الموسم المنصرم. حسب ما يقول فليك هناك أشياء كثيرة يجب العمل عليها، ونحن شيئا فشيئا نتطور ونريد أن نسترجع مستوانا بشكل جيد، ولكن دون أي شك أيضا جهاد أن الإصابات لا تساعد الفريق على الإطلاق. هناك عدد كبير من اللاعبين المصابين، منهم حارس المرمى ليفاندوفسكي، داني اولمو، رافينيا الذي كذلك لن يشارك في هذه المباراة. كل هذه الأمور لا تساعد فليك على إيجاد ربما حلول إضافية، ليس فقط إيجاد حلول في التشكيلة الأساسية، ولكن قد يكون هناك نقص كذلك في إيجاد الحلول على مقاعد البدلاء بسبب هذا النقص الذي يحصل في الفريق. وبالتالي هنا المشكلة تكمن لدى المدرب. صحيح أنه ربما على الورق هو فاز في كل المباريات الكلاسيكو في الموسم الماضي، ولكن كما قال جول كوندي يوم أمس هذا موسم مختلف، ليس له علاقة في الموسم الماضي. علينا أن نبرهن هذا الموسم أيضا أننا بحالة جيدة، وأن ريال كذلك فريق تحسن، ريال مدريد مع مدرب جديد لديه كذلك آفاق وطموحات كبيرة في هذا الموسم. فليست الأمور بهذه السهولة. لا أعتقد أن في أي كلاسيكو يكون هناك مرشح على آخر. صحيح ربما في الموسم الماضي برشلونة في أول مباراة وثاني مباراة كان متفوق بشكل كبير، ولكن في آخر مباراتين حصل نوع من التقارب بين الطرفين، وكان ريال مدريد أقرب بالنتيجة من برشلونة. طبعا أن تخسر 4 مباريات كلاسيكو على التوالي ليس أمرا سهلا على ريال مدريد الذي يريد رد الاعتبار في هذه المباراة، ولكن دون أي شك كذلك أن برشلونة رغم الغيابات يبقى فريق صعب المنال، يبقى فريق منظم، يبقى فريق وسطه قوي جدا، وهذه الأمور التي تميز هذا الفريق الذي كذلك استرجع بعض اللاعبين المهمين في الفترة الأخيرة. طيب باسل، وأنت تتحدث عن الإصابات وتحديدا جول كوندي، تحدثت أخبار عن أنه ترك التدريبات، صحيح؟ هل هناك شكوك فعلا حول عدم مشاركته في الكلاسيكو؟ أعتقد أن الأمور طيبة مع جول كوندي وديونغ. جول كوندي تعرض لضربة طفيفة في التدريبات، وبالتالي هي التي منعته من التدريب هذا اليوم، ولكن أعتقد يوم غد سيكون حاضر في التدريبات مع ديونغ الذي كان حاضرا اليوم. لكن المشكلة هي في رافينيا. جهاد رافينيا كان يفترض أن يعود وأن يلعب لبضع دقائق، ليس لمباراة كاملة، ولكن اتضح أن اللاعب غير جاهز. هناك كان أخبار على أن اللاعب تعرض لإصابة أخرى في التدريبات وسيغيب لمدة طويلة، ولكن النادي نفى ذلك، وأن اللاعب هو فقط غير جاهز لهذه المباراة بالتحديد، وأنه في الوقت اللاحق سيكون جاهزا في الأسبوع المقبل. دون أي شك أن رافينيا الذي لعب دور كبير في الكلاسيكو في الموسم الماضي، سجل في المباراة الأولى، سجل في المباراة الثانية والرابعة، لعب دورا كبيرا في ذلك الموسم، إضافة كذلك إلى تمريرات حاسمة. سيكون خسارة كبيرة. هل سيعوضه براشفورد الذي كذلك يسجل أرقام جيدة في هذا الموسم؟ فيرمين كذلك حاضر في هذه التشكيلة الأساسية بعد تسجيله ثلاثية. يعني هذا هو الثلاثي الذي نتخيله في 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 مواجهة يوم غد، فيرمين، لامين، وبالإضافة أيضا إلى راشفورد في الخط الأمامي. هذا هو المتوقع من فليك الذي سيكون كذلك الغائب الأبرز من هذه المباراة. جمال، مركز الظهير الأيمن على ما يبدو لازال يسبب الصداع، ليس فقط لتشابي ألونسو بل حتى لمشجعي ريال مدريد اليوم، بغياب أرنولد وغياب كارباخال المتكرر. فالفيردي هل يتماشى مع هذا المركز؟ وهل متوقع أن يكون هو من يشغل هذا المركز اليوم في الكلاسيكو؟ فالفيردي يقدم خدمات جليلة إن صح التعبير، لأنه حينما ليس هناك من يمكنه أن يعوض البديل واللاعب الأساسي، دائما ما يأتي هو ليفعل ذلك، ويفعل ذلك بشكل جيد، بشكل يعني بمستوى لائق. لكن دعني أقول لك بأن ترنت وكارفاخال كلاهما عاد إلى التدريبات، وقد سيكونان لا شك ضمن التشكيلة أو ضمن قائمة المدعوين لهذه المباراة، إلى جانب هوسن في وسط الدفاع. ولو أن بالنسبة لوسط الدفاع ليست هناك مشكلة، لأن راؤول أسانسيو وكذلك ميليتاو يقدمان أداء متكاملا
يعني يمكن أن نقول بأنهما نالا أحقية التواجد كأساسيين، وبالتالي عودة هاوسن ستكون إضافة في حالة الحاجة. لكن دعني أقول لك بأن الإضافة الأكبر الآن في ريال مدريد هي عودة النجم، عودة بيلينغهام الذي ظهر بمستوى جيد ضد خطافي، ثم ظهر بمستوى يمكن أن نقول ذكرنا ببيلينغهام الموسم الأول الذي كان أفضل هداف في ريال مدريد، رغم كونه لاعب وسط ميدان وهو يقوم بمهام في وسط الميدان. اليوم أو في المباراة الأخيرة ضد اليوفي فعل نفس الشيء، كان في كل مكان، وكان بتحركاته أزعج كثيرا الدفاع، وصنع يمكن أن نقول أكثر من ممر لزميليه لفينيسيوس، وكذلك حتى لإبراهيم، ثم خصوصا لمبابي. بالتالي الجميع هنا في مدريد يتحدث عن البي ام في الثلاثي، وهو بيلينغهام، مبابي وفينيسيوس، وهو لا شك الثلاثي الذي سيحمل الخطورة بالنسبة لريال مدريد ضد برشلونة. نعم. طيب باسل، هل فعلا ما يقال عن أن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة هذه الأيام هي الأسوأ في الألفية الجديدة، حتى أنه تم إلغاء ما يسمى بغداء المديرين، واقتصر الأمر على اجتماع المدراء التنفيذيين للوقوف عند الأمور الشكلية فقط؟ لا أدري ما إذا كان لديك معلومات عن هذه الأمور أم لا. هو منذ فترة جهاد الأمور متوترة، وهذا التقليد الذي يقوم به الناديان منذ سنين طبعا حتى غاب عن الموسم الماضي كذلك. لا شك أن قضية نيغريرا التي ريال مدريد هو الذي كذلك يعتبر نفسه ضحية هذه القضية هي التي كذلك جعلت العلاقة سيئة في الفترة الأخيرة، بالإضافة كذلك إلى تقارب لابورتا في الفترة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مع العلم أنه كذلك كان قريب من فلورنتينو بيريز مع مشروع السوبر ليج، وتشاهد كذلك هذه المشاحنات الكثيرة بين الطرفين في الفترة الأخيرة. كل هذه الأمور طبعا لا تساعد على أن تكون العلاقة بشكل جيد بين الطرفين، وهذا ما ذكره كذلك جوان لابورتا في الفترة الأخيرة، أن العلاقة مع ريال مدريد هي التي تعرفونها وتشاهدونها حاليا، ليس هناك أي تطور في العلاقة بين الطرفين بسبب الأسباب التي ذكرناها. والأجواء دون أي شك مشحونة يعني قبل هذه المواجهة بسبب تصريحات كورتوا من جهة، تصريحات لامين جمال من جهة أخرى يوم أمس. يعني كل ذلك يدل على أن يوم غد سنشاهد مباراة قوية، مباراة مشحونة، مباراة عصبية. أعتقد أن يوم غد جماهير سانتياغو برنابيو لن يتركوا لامين جمال بسلام بعد ما صرح يوم أمس في هذا البرنامج الذي كان كذلك موجود فيه مع أصدقائه. كل هذه الأمور جهاد لا تجعل الأمور متوترة، وأنا أنتظر يوم غد كلاسيكو متوتر بين الطرفين، بين ريال مدريد الذي يريد أن يرد الاعتبار وأن يفوز وأن ينهي هذه السلسلة السلبية، وبرشلونة الذي كذلك يريد أن يثبت نفسه مرة أخرى وأن لا يجعل ريال مدريد ينتفض مرة أخرى من جديد وأن يتصدر الدوري ويوسع الفارق. هناك تحدث كذلك عن فارق قد يتوسع يوم غد في حال فاز ريال مدريد، أو صدارة قد تنقلب، أو يبقى الوضع على ما هو عليه في حال جاء التعادل بين الطرفين. ولكن بالعودة إلى سؤالك، الأجواء مشحونة، العلاقات متوترة، وبإمكان جمال كذلك أن يؤكد ذلك. جمال أعرف لديك تعليق كبير وكبير جدا على هذا الموضوع، لكن للأسف انتهى الوقت في 30 ثانية. جمال، أظن بأن الكلاسيكو لابد أن يكون متوترا، لا يمكنه أن يكون وديا، وإلا لن يكون كلاسيكو. دور مشاكل يا جمال. شكرا لك جمال جبلي من مدريد وباسل طبال من برشلونة، شكرا لكما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثار يامال لامين نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا ضجة واسعة بالإساءة إلى ريال مدريد قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين. يحل الفريق الكتالوني ضيفا على غريمه الأزلي مساء الأحد المقبل في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.
قبل الكلاسيكو ب3 أيام حل لامين يامال ضيفا على بث مباشر بتطبيق تويتش مساء الخميس، أهان فيه ريال مدريد بتصريح ساخر قائلا: نعم، ريال مدريد يسرق ثم يشكو طوال الوقت. حاول الصحفي الإسباني جيرارد روميريو إيقاف النقاش في محاولة لاحتواء الموقف لما ستحمله كلمات يامال من ضجة واسعة في إسبانيا، لكن الضجة استمرت صباح اليوم الجمعة، حيث قال إيدو أجيري الصحفي الإسباني الشهير ببرنامج شرينجيتو: لامين يامال لا يدرك ماذا يمثل، ولا يدرك ماذا يقول. إنه لا يقدر أنه قائد لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ببلوغ 18 عاما. أضاف إنه يظن أنه ملك كرة القدم، فمن غير المقبول أن يصرح لاعب يتهم المنافس بالسرقة، ولا يهم إن قال ذلك في بث مباشر مع زملائه، فهو يظن أنه فوق الجميع وفوق الخير والشر. والسلام عليكم ورحمة الله.